ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى، فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات النادي الاهلي. اختبارات النادي الاهلي من اكبر الاختبارات اللي بتحصل كل سنه، وناس كتير بتستنى الاختبارات بتاعت النادي الاهلي. هنتكلم عن تفاصيل الاختبارات المبدئيه عشان هم اعلنوا عن شويه تفاصيل، وبعد كده هنزل لكم فيديو تاني فيه بقيه التفاصيل كلها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. اختبارات النادي الاهلي دايما من الاختبارات اللي بيبقى عليها اقبال شديد جدا، واختبارات بتبقى دايما مطلوبه وبتبقى من اكبر وازحم الاختبارات في مصر. فعشان كده هقول لك شويه نصايح، وهقول لك تعمل ايه بالظبط في الاختبارات دي، وهقول لك تشتري السماره امتى، وهنتكلم عن كل التفاصيل. اول حاجه، الاستماره ابتدت طرحها من النهارده لحد يوم الجمعه. من النهارده لحد يوم الجمعه ابتدوا يبيعوا السماره، فانت احسن ليك ان انت تشتري السماره في الوقت ده، عشان لما تروح يوم الاختبارات الموضوع بيبقى زحمه جدا، وبيبقى فيه اقبال شديد جدا. فانت عشان تبقى رايح مركز في شغلك بس، او رايح مركز في اختباراتك وايه اللي مطلوب منك وايه اللي هتعمله، فانت هات الاستماره من بدري عشان تبقى رايح مركز في الاختبارات. الاختبارات ان شاء الله هتبقى يوم السبت يوم 17، هتبتدي من يوم السبت يوم 17. بس التفاصيل اللي هي مواليد كام وامتى والمواعيد بالظبط وكل التفاصيل لسه ما اعلنوش عنها. هم اعلنوا ان الاستماره خلاص ابتدى طرحها من النهارده لحد يوم الجمعه، والاختبارات هتبتدي يوم السبت بدون اي تفاصيل. هينزل الفتره الجايه تفاصيل، هنزل لكم فيديو برده بكل التفاصيل عن الاختبارات، واقول لكم المواليد المطلوبه وايه هي المواليد اللي ممكن تنجح فيها وايه هي المواليد اللي بلاش تروحها. بس اختبارات النادي الاهلي من الاختبارات اللي بتبقى قويه جدا، ولو انت مش مستعد كويس او مش مستعد 100% بلاش تروحها. هتلاقي زحمه وهتصرف فلوس على الفاضي وهتعمل مجهود على الفاضي. فلازم تبقى مستعد ولازم تتمرن. دايما بقول لكم لازم تبقى واقف على رجلك، عشان انت دايما مطلوب ان انت قارن بالناس اللي موجوده، والناس الموجوده دي بقى لها فتره بتتمرن وبقى لها فتره بتلعب ماتشات والناس عارفه مستواها. فانت المفروض ان انت تبقى احسن منه، او مستواه ومحتاج شويه شغل هتبقى احسن منه مع الوقت. وخد دايما بالنصايح، نام بدري، كل كويس. مش لازم تنام بدري يوم الاختبارات بس، على الاقل لازم يومين ثلاثه قبل الاختبارات تبقى معود جسمك على النوم بدري عشان تبقى بكامل صحتك وبكامل حيويتك. تصحى بدري، لازم تاكل لقمه خفيفه قبل الاختبارات، لازم تبقى مركز. ممكن تشرب حاجه تزيد من تركيزك. بلاش اليوم اللي قبليها تبقى عامل مجهود كبير جدا، وبلاش في يومها برضه تبقى عامل مجهود كبير جدا. حاول انت تبقى مريح جسمك ومفضي ذهنك بس للاختبارات. وان شاء الله هنزل لكم بقيه التفاصيل كلها بكل المواليد المطلوبه بكل حاجه. ولو محتاج اي حاجه ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت، او تعمل لي فولو على انستجرام وتكلمني، ان شاء الله ارد عليكم على طول. وبكده خلصنا فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات العاب كره القدم. اشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.